ازاي بنصب على الزباين عندي في المحل؟ الكتان ده تركي، القماش ده فرنساوي، الخامة دي اسباني، ايطالي، امريكي، بلجيكي. شوفوا، انا مش هحلف ان كل الكلام ده كسب، لكن تعالوا نحسبها بالمنطق. النهارده الدولار ب 50 جنيه، غير تكلفه الشحن، غير تكلفه الجمارك بالدولار الجمركي، ومصاريف المينا والمستخلص ونقل البضاعه لحد ما توصل مخزن التاجر. ارخص واسوأ متر قماش اوروبي في حدود 20 دولار للمتر، يعني 1000 جنيه مصري. ضيف عليه كل التكاليف اللي قلناها من شحن وجمارك وغيره، بعدين ضيف مكسب المستورد اللي بيوزع على تجار الجمله، بعدين ضيف مكسب تاجر الجمله اللي بيوزع على المحلات، بعدين ضيف مكسب المحلات، فعلى ما يوصل لكم يكون سعره عدى 1000 ونص 2000 جنيه، ودي ارخص قماشه. يعني لو بنتكلم في قماشه كويسه اضرب السعر ده في 2 3، وبعد كل ده تشتري متر القماش في حدود ال 200 جنيه وانت مقتنع انه تركي ومستورد. لكن سكه ودغري كده، كل الاقمشه اللي موجوده في السوق يا صيني يا مصري يا سوري، لكن الفرق بيكون في جوده الخامات. في قماشه صيني كويسه ب 500 جنيه، وفي قماشه نسخه منها ب 100 جنيه.